كبير بطنجة. ارحب بكل مشاهدين داخل وخارج ارض الوطن وعلى قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه. في البدايه رمضان مبارك سعيد، كل عام وانتم بالف خير. سنتابع بعد قليل مباراه كبيره، مباراه وديه دوليه ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب البرازيلي المصنف اول عالميا منتخب السيليساو في ضيافه اسود الاطلس. المنتخب المغربي الذي حقق انجازا كبيرا في مونديال قطر بانهاء المنافسات رابع العالم سيكون بعد قليل في ضيافه هذا الجماهير وهذا الحضور الكبير للجمهور المغربي. يمكن نقول بانه منذ ساعات طويله بل هناك عدد من فضل الافطار هنا بالملعب الكبير بطنجه من اجل المتابعه ومن اجل مسانده العناصر الوطنيه والمنتخب الوطني المغربي. امامنا طاقم تحكيم هذه المواجهه الحكم صادق السلمي من تونس والذي سيقود المواجهه بمساعده محمد بكير وحسن خليل الحكم الرابع مصطفى كشاف على مستوى سفيان امرابط لاعب فريق ولو ان وليد القناقي اختار بان بلال الخنوس ان يكون حاضر في بدايه هذه المباراه. أولاحي يحاول يمرر التمريره اشرف حكيمي. هناك خطا بالفعل، كان تدخل ديال اليكس نيكولاو. سعد في هذا اللقاء تبعد المحاوله حكيم زياش ترفع الكره، فرصه وتدخل الدفاع ابعاد الكره. الدوري البرازيلي انتهى بدايه نوفمبر الماضي، انطلاقات وسرعه فينيسيوس جونيور، تدخل ممتاز. المنتخب البرازيلي من الجهه اليمنى وسط لاعب ايمرسون، حكم كيبدا خطا. الدوريات الكبرى على المستوى الاوروبي يمتص الحماس ديال المنتخب المغربي. حكيم زياش تدخل الريان القطري. هناك خطا بالفعل، هناك خطا. حكم المساعد رفع الرايه وبالتالي كان خطا. حكيم زياش كيرفع الكره، فرصه على مستوى الاخطاء وكذلك على مستوى الزاويه مشات الكره من الجهه. فرصه تمريره زياش، تسديد وتدخل. استرجع الكره بشكل ممتاز حكيم زياش عند سفيان بوفال محاوله المراوغه. لاحظوا العوده ديال لوكاس تولنتينو وفينيسيوس. كره خطيره تاخذ في منطقه الجزاء وتبع عند لوكاس تولنتينو، خطيره، فرصة خطيرة لفائدة المنتخب البرازيلي. كرة مشات فوق المرمى، أبرز محاولة تجاه لاعب أليكس نيكولاو، كرة بعيدة خارج. فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي نصير مزرعة، ولكن وأوروبا في الوقت تبع هذه المحاولة لممثل القارة الأمريكية الجنوبية منتخب البرازيل. تدخل واسترجاع هذا المباراة. تبعد المحاولة وسط فينيسيوس جونيور، يوسف نصيري، فرصة مرات جانبا، فرصة الهدف مرات جانبا بواسطة نصير مزراوي هو اللي كان وراء الكرة الأخيرة. تمريرة ممتازة برشلونة في الوقت بدأ محاولة المنتخب البرازيلي جانبا. كرة طويلة لابد من إبعاد الكرة. ياسين بونو كنقول انه بقميص المنتخب الوطني المغربي. اشرف حكيمي استرجع الكره بشكل مبين، خروج ياسين بونو، خروج خاطئ والهدف الاول لفائده المنتخب البرازيلي في الوقت الاول الوطني المغربي، وبالتالي الغاء الهدف ديال فينيسيوس جونيور. كان نتابع خطا، كان هناك تدخل، محاوله بلال الخنوس والبحث عن ضربات الرأسية، لعبت كره دائريه، فرصه خروج الحارس، فرصه بوفال، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي وسط سفيان بوفال، يضع كره في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات. فرحه كبيره للجماهير المغربيه. جوله اولى مثاليه، فرصه اخرى لفائده المنتخب الوطني المغربي. عز الدين يسرى، فينيسيوس جونيور، واشرف حكيمي. فينيسيوس جونيور كانت خطيره، اداء تسديده مشات فوق المرمى للفرحه اللي يقولوا كل المغربات. لعبت الكره عز الدين أولاحي يمكن يرفع الكره بالفعل، ترفعت عز الدين أولاحي. شو يعمل عز الدين أولاحي؟ تمريره، فرصه، سفيان بوفال ما تمكنش من التسديد وبالتالي كتضيع. ممتازه يعني القراءه ديال المحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي كان تدخل ديال سفيان امرابط. الحكم كيعلن خطا لفائده المنتخب. تدخل المنتخبين الى ارضيه الملعب في الوقت كنتابعوا هذه الاجواء الجميله هنا بطنجه. والوطني المغربي مره اخرى اشرف حكيمي حاول
تسديده قويه لحكيم زياش، ولكن الكره كتمشي بوفال عند نصر المسراوي وحاول يمرر واشرف حكيمي يحاول يمرر في اللاعب يوسف النصيري كبار، لكن هذا او تدخل ممتاز ياسين بونو، ردة فعل ياسين بونو بعد تسديده قويه لرودريغو سيلفا، لعبت كره دائريه راسيه. اشرف حكيمي فرصه بين المنتخب المغربي، انطلاقه على مستوى الوسط. سفيان امرابط، لاحظوا ثلاثه ديال اللاعبين، هناك خطا واضح، خطا واضح ولفائده المنتخب الوطني المغربي. بلال خنوس دخل داخل المنطقه البرازيلي، فرصه عز الدين أناحي وتدخل حارس ويفرتون لبعاد الكره. عز الدين أناحي، تسديد فينيسيوس جونيور، تدخل سفيان امرابط، دفاع دائما فرصه، تدخل وابعاد الكره ممتاز. غانم سيس يتدخل ويبعد الكره للزاويه خلال هذه النسخه العالميه. جونيور داخل منطقه جزاء وخطيره، كانت خطيره هذه المحاوله. لعبات الكره دائريه، لابد من ابعاد الكره بالراس بالفعل. سانتوس وكذلك رودريغو، فرصه داخل منطقه جزاء، تدخل منطقه جزاء، لعبات الكره الراسيه خطيره، لابد من محاولة، تدخل رائع في الوقت اللي الحكم المساعد. رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة أخرى خطيرة في منطقة الجزاء، رفعت الكرة في القائم الثاني، تدخل أمام يوسف النصيري، خطيرة وهدف. هدف تعادل لفائدة المنتخب البرازيلي، هدف بواسطة العبيد كاسيميرو. ياسين بونو كان بإمكانه أنه يحصل الكرة، ولكن الكرة كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف اول لفائده المنتخب البسيط بالنسبه للعناصر الوطنيه. لعبت كره دائريه، فرصه، تدخل، رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل فعل الكره خرجت. هذه يعطي طرف على الكره، فرصه هدف هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي، هدف ثاني بواسطه اللاعب الصابري.